صباح الفل عليكم يا حلوين. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده اكله بسيطه جدا وسريعه. تنفع فطار، عشاء، حاجه يعني سريعه كده ومفيده جدا وسهله وبسيطه. معايا هنا ربع كيلو سمسم. انا بجيبه ني واحمصه كده، احطه في طاسه او اي حاجه على البوتاجاز او صينيه، وابتدي احمره كده واطلع الرطوبه اللي فيه لحد ما يديني الدرجه الذهبي اللي انتوا شايفينها دي. تمام اهو، بس تبقى ايدي فيه على طول علشان ما يتحرقش مني او يتحمر من ناحيه وناحيه لا. تمام، فانا بفضل اقلب كده على نار هاديه لحد ما يتحمر معايا. خلاص انا كده هطفي عليه وبعدين اسيبه يبرد. تمام، وهضربه في الخلاط. خليكم معايا وانا هوريكم الخطوات خطوه خطوه. خلاص يا حبايبي، السمسم كده برد معايا. تمام، طبعا قبل ما تحطيه على النار تكوني تنقيه كويس جدا، لا يكون فيه زلط او اي حاجه يعني مش حلوه. وبعدين تحطيه بقى في الطاسه زي ما وريتكم كده على النار، وتفضلي تقلبي فيه باستمرار لحد ما يديني الدرجه الذهبي الجميله دي. تمام، هجيب بقى بعد كده، طبعا حمرته على النار وسبته يبرد خالص عشان ما يبوظش المطحنه معايا. وجهزت المطحنه بتاعتي كده بتاعت التوابل. تمام، وهاخد بقى اطحن فيها شويه شويه كده. احط كده شويه شويه واطحنهم، وعليهم حاجه بسيطه جدا، ملح. احط ملح حاجه بسيطه قوي، ما تكتريش ملح علشان السمسم ما بيحتاجش ملح كتير، بيحدق على طول. تمام، هضربهم بقى في المطحنه وهوريكم شكلها. خلاص يا حبايبي، كده الوصفه جاهزه معايا، ضربتها في المطحنه. زي ما قلت لكم ما تكتروش ملح عشان ما تبقاش حادقه قوي. بس كده، وتاكليها بقى بألف هنا بخبز او عيش. ما شاء الله ريحتها تحفه وطعمها جميل جدا. باذن الله تجربوها وتعجبكم. ما تنسوش بقى لايك لو الفيديو عجبكم، وشير واشتراك في القناه. واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. الوصفه دي احنا بنسميها دقه. تمام، طبعا السمسم مفيد جدا، ولما بيكون عندي كميه يعني او متوفر عندي شويه كده زياده عندي، فبعملهم كده. بحبها جدا جدا، وريحتها يعني ما شاء الله تحفه وطعمها احلى. ان شاء الله تجربوها وقولوا لي رايكم في الكومنتات، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده. باي باي.